السلام عليكم. سمحوا لي انا كنحماق على كره، ورغم كل الحديث الدائر حول السياسه والقضايا المجتمعيه ما يمكنليش ما ندويش على كره. من صغري وانا كنشجع المنتخب وكنبكي الوقت اللي بداو يربحوا، خاصني نفرح، ما عندي ما ندير. هنيئا لاشبال الاطلس بوصولهم لدور نصف نهائي كاس العالم للشبان، المره الثانيه في تاريخ المنتخب الوطني المغربي من بعد 2005. ما كنا نعتبره صدفه في وقت من الاوقات، الان اصبح حقيقه وواقعا، لانه ملي كتاهل المره الثانيه لنصف النهائي في واحد المنافسه هذا كيعني بانه تقدر تنتج اجيال قادره على السيطره على مستوى كره القدم. الدراري هادو طبقوا المقوله، ومن خلال مدربهم ديال باش تربح واحد البطوله خاص يكون عندك دفاع متراص، وباش تربح مباراه خاص يكون عندك هجوم قوي. كنظن بانه المباريات كيتربحوا وسط البطوله، يعني خاص يكون عندك هجوم مزيان، وخاص يكون عندك دفاع اللي هو متفوق. المنتخب المغربي تلقى 4 ديال الاهداف فقط، كلهم من ضربات الجزاء. كنشوفوا واحد الروح قتاليه، واحد العزيمه اللي هي رائعه. هادشي كيبين بان المغاربه على مختلف وسميتيني القطاعات اللي كيخدموا فيها، وبمختلف الاجيال. ما كاينش شي جيل كاين احسن من واحد اخر، بالعكس بمختلف الاجيال يقدروا يعطيو بان راس المال البشري شي حاجه كبيره لنا في هذا البلاد. هنيئا لاشبال الاطلس. ان شاء الله المباراه الجايه غتكون ضد النرويج ولا فرنسا، وكاين امكانيه انه نتوجوا بهذا الكاس. لما لا؟ واخا المنافسين اللي بقاو صعب بزاف، ولكن المغاربه قادرين يديروها. تبارك الله عليكم.